الزمالك وسيراميكا كليوباترا. طبعا كل حضراتكم عارفين طبعا ان عندنا مباراه جامده قوي 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 امام منافس تقيل قوي زي سيراميكا كليوباترا بالنجوم اللي موجوده فيها. مباراه الكاس طبعا زي ما حضراتكم عارفينها تبقى يوم الجمعه الساعه 9:30 بمشيئه الله. طبعا الزمالك لو كسب هيوصل للنهائي قدام يا البنك الاهلي يا بيراميدز، فاحنا نتمنى ان مستر بيسيرو طبعا يهدى كده ويركز ويشوف التشكيله الانسب والاحسن لاداره المباراه. انت الست لعيبه بتوعك جاي لك من المنتخب، هم منهم 2 لعيبه اللي كانوا بيلعبوا اول عن اخر، زيزو وسيف الجزيري كان بينزل في بعض الاوقات، ومحمد شحاته يعني مش قوي، يعني ما لعبش مثلا حوالي 20 دقيقه ولا 30 دقيقه. فانت ان شاء الله تعتمد على ال6 لعيبه اللي جاي لك من المنتخب مع ال5 6 لعيبه اللي عايشين عندك، فنعرف ناخد الماتش بمشيئه الله، لان سيراميكا يبقى فريق جامد. فان شاء الله ربنا رب يكرمنا وينصرنا بمشيئه الله، لان هتبقى المباراه الجايه قدام بيراميدز يا البنك الاهلي، وده يعني في وسط ظل الظروف اللي احنا فيها دي بنتمنى نجيب بطوله، يعني لان البطوله هتبقى صعبه قوي، لان بيراميدز يا البنك الاهلي، فتبقى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصعد ان شاء الله من سيراميكا. اخواتي في الله وكل سنه وانتم طيبين.